كلنا بنمر بأيام بنحس فيها إننا غرقانين في كركبة البيت وكركبة الأفكار، ونفسيتنا بتبقى تحت الصفر، وبنبقى مش عارفين نبدأ منين ولا منين، وكل ما نبص حوالينا نحس بتقل المسؤوليات فوق طاقتنا. وعشان كده فيديو النهاردة مش مجرد كلام تحفيزي وخلاص. النهاردة أنا جايالك بالتغيير العملي، تحدي ال4 أسابيع، خطة متجربة ومدروسة، هتمشي معايا فيها أسبوع أسبوع، هنغير فيها نفسيتنا وبيتنا وعاداتنا حتة حتة، ومن غير ما نقلب الدنيا بكرة الصبح. والأهم، هنعمل كل ده في الهدوء وفي السر زي ما تعودنا. جهزي فنجان قهوتك المظبوط، وهاتي ورقة وقلم، وتعالي نبدأ التحدي بالهدوء. ونبدأ بالأسبوع الأول. مش هطلب منك تعملي حملة نظافة رهيبة تهد حيلك، لأ، احنا هنمشي بقاعدة ال20 دقيقة. كل يوم هتمسكي ركن واحد بس في البيت، تفرزيه وتطلعي الكركبة اللي فيه. هدوم مش بتلبسيها، كراكيب في المطبخ ملهاش لازمة، وورق قديم، أي حاجة مش بتستخدميها بقالك سنة، اتخلصي منها فورا أو تصدقي بيها. لما المكان حواليكي يفضى ويدخله هوا ونور، هتحسي ان في حمل اتشال من على قلبك. رتبي سريرك أول ما تصحي، وخلي مطبخك يبات رايق. وال7 أيام دول هيدخلوكي في الأسبوع التاني وانتي حاسة بخفة ما كنتيش عارفاها قبل كده. ونيجي بقى للأسبوع التاني، وده أسبوع تصفية الدماغ والنظام الرقمي. الدوشة مش بس في البيت، الدوشة كمان في الموبايل وفي الأفكار اللي بتزن في دماغنا. أول حاجة هنعملها في الأسبوع ده، تعالي ننضف موبايلنا، واعملي انفولو وبلوك لأي صفحة أو شخص على السوشيال ميديا بيحسسك بالتقصير أو بيصدرلك طاقة سلبية ومقارنات بتوجع قلبك. امسحي الصور والجروبات اللي ملهاش لازمة، وبعدين هاتي ورقتك وقلمك واكتبي كل الواجبات والالتزامات اللي عليكي. المهام لما بتفضل في دماغك بتعمل قلق وتوتر، لكن لما بتتكتب على الورق العقل بيهدى وبيعرف أولوياته ايه. الأسبوع ده هو فلترة لعقلك عشان تقدري تشوفي طريقك بوضوح. ووصلنا للأسبوع التالت، وده الأسبوع الأقرب لقلبي، أسبوع الروح والصحة. تعالي نرجع لربنا ونصلح علاقتنا بيه، لأنها الأمان الوحيد في الدنيا ديت. في ال7 أيام دول ركزي جدا على صلاتك، صلي الصلاة في وقتها، زودي ورد قرآن صغير ولو صفحة واحدة، والزمي الاستغفار والدعاء في السر. وبالتوازي مع روحك اسألي نفسك، أنا باكل ايه وبشرب ايه. تعالي في الأسبوع ده نمنع الأكل المليان سكر ومواد حافظة، ونزود شرب المية، وننام بدري شوية. جسمك أمانة مش آلة شغالة وخلاص. ولما بتغذي روحك وجسمك صح، الطاقة والنشاط هيرجعولك تاني، وتودعي الكسل بدم بارد. ونيجي بقى للأسبوع الرابع والأخير، أسبوع المكافآت والشياكة. بعد ما نضفنا البيت والدماغ والروح، جه الوقت نركز على مظهرنا الخارجي وروقنا النفسي. في الأسبوع ده اهتمي بنفسك وعشانك انتي وبس. رتبي دولابك وطلعي أحلى لبس عندك البسيه في بيتك لنفسك. اهتمي ببشرتك وشعرك بحاجات بسيطة ومش مكلفة. الاهتمام ده بيفرق 180 درجة في نفسيتك وثقتك في المراية. وخصصي وقت ثابت في يومك ولو نص ساعة تعملي فيها حاجة بتحبيها، تقرأي كتاب، تسمعي حاجة بتحبيها، أو تقعدي في هدوء تام مع كوباية شاي بالقرنفل. وفي نهاية الأسبوع الرابع هتكتشفي إنك بقيتي نسخة تانية خالص، أهدى، أرتب، وأقوى.
والأجمل إنك عملتي كل ده في السر ومن غير ما تشتكي أو تقولي لحد. وعايزاكي تفتكري دايما إن التغيير الحقيقي بيحصل في الهدوء وفي السر. مش لازم تقعدي تشتكي لزوجك أو لمامتك أو لصاحبتك وتقولي أنا تعبانة والبيت مكركب والمسؤوليات هدتني. الشكوى لغير الله مذلة وبتصدر طاقة سلبية أكتر. اشتغلي في صمت، رتبي حياتك حتة حتة وبأقل الإمكانيات. خلي نيتك دايما وانتي بتبخري البيت أو بترتبي سريرك، يا رب أنا بعمل ده إعمارا لبيتي وتقربا ليك، وربنا هيبارك لك في وقتك وفي صحتك، وهتلاقي البركة ملت حياتك كلها من غير ما تحسي. وبكده يا حبيبات قلبي نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم وطلعتوا منه مستفيدين وعندكم طاقة تبدأوا التحدي ده معايا فورا. ولو انتي جاهزة ومستعدة تدخلي معايا تحدي ال4 أسابيع وتغيري حياتك في صمت، اكتبيلي في التعليقات هبدأ في صمت، وقوليلي هتبدأي بأنهي أسبوع الأول. وطبعا لو أول مرة تشوفيني يسعدني ويشرفني جدا انك تنضمي لعيلتنا الكبيرة والرايقة وتدوسي اشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان نكبر لمتنا الرايقة بهدوء مع منى. وما تنسوش تدعموني باللايك الجميل والشير لكل صاحبة ليكي تحسي انها محتاجة التحدي ده النهاردة. كلامنا مع بعض وزي ما تعودنا عمره ما بيخلص. استنوني في فيديو جديد قريبا جدا. أسيبكم في رعاية الله. كانت معاكم منى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.